لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية خادم الآنسة فروح شوف الأول، ولو كنت فاضي أو مشغول فعاوزك تصلي على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما تنساش انك تدعي لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم بالنصر القريب، ترزعنا باللايك والاشتراك الرهيب، وهيا بنا نكمل ما قد بدأنا. الأم سألت وهي بتتراش، هو احنا زودناها النهارده قوي؟ تفتكر بويتشان ده ممكن يكون حقود وقماص للدرجات دي؟ الأب اللي هو كمان مش على بعضه وحس إن الأرض بتتهز تحت رجليه، وقال لو بس بنتنا حضرت الجنازة النهارده لو كانت هناك ما كانش هيجرأ أبدا يكلمنا بالأسلوب ده. الأم هزت راسها بالموافقة وبسرعة كلمت بنتها ليو. أول ما ليو ردت الأم انفجرت في العياط والدموع، يا بنتي أنت ما تعرفيش تشانجي بيوتشين عمل فينا إيه النهارده، وبدأت تبالغ في كل تفاصيلها. صورت نفسها هي وجوزها ان هم ضحايا غلابه ومكسورين الجناح، وخلتني انا في نظر بنتها وحش كاسح ومنتقم ملوش قلبه. وفي الاخر حذرتها وقالت لها اسمعيني يا بنت كويسه، لو حاول يتصل بيكي او يعتذرلك في اليومين الجايين اياك تسامحيه بسهوله، جيبيه هنا تحت رجلينا وخليه ينزل ويعتذر، وقتها بس كرامتنا هي اللي اتهنت النهارده هترجع لنا وقتها. وفي اللحظه دي بالظبط جوه ديزني لاند كانت ليو لسه قافله السكه، وشها ضل من ثانيه، بس اول ما شافت هاوسين رجع لها وهو ماسك 2 ايس كريم في ايده، ضحكتها رجعت نورت وشها من تانية. هاوسين حس ان في حاجه غلط وسالها بحنيه، يا اويا في حاجه مضايقاكي؟ هي هزت راسها بسرعه وقالت مفيش حاجه، ده مجرد موضوع بسيط ومقدور عليه. هاوسين ابتسم وقال لها لو واجهك اي مشكله قولي لي، بس انا قدرتي اكبر بكتير مما تتخيلي. ليو ابتسمت بدلع وقالت انت بجد مدهش يا هاوسين، بكره لازم نروح يوم مع بعض. وفضلوا هما الاثنين ماشيين جنب بعض في مدينه الملاهي وهم قاعدين في قمه السعاده. وخلال خروجهم هاوسين قعد يلمح لها ان عيله تشين القويه وعيله جانج تشونج نفسهم مدينين ليه بجميل كبيره، يعني لو مفيش داعي تقلق من اي حاجه في الدنيا دي طول ما هو معاها. بس اللي محدش فيهم خد باله منه ان الكاميرات اللي مستخبيه كانت محاصراهم من كل اتجاه، كانت بتصور كل لحظه وكل لقطه حب ودلع بينهم في صمت تابع. وتاني يوم الصبح تابوت الماستر تشانج الكبير كان بيتنقل لمدينه يوسان في الضواحي الجبليه، ويوسان دي منطقه مشهوره جدا وتاريخيه، واي حد بيزور المدينه دي لازم يعدي عليها. انك تملك مقبره او حته ارض في مكان فخم زي ده مش محتاج بس فلوسه، ده محتاج نفوذ وعائلات تقيله جدا بتهز الارض، ولكن في الاخر انت كده هتروح للتراب. ولحسن الحظ الماستر تشانج كان شاري المكان ده من سنين طويله ومأمن نفسه. وقف فوق قمه الجبل وفجاه ظهر وميض خفيف في عيني، خيوط وطاقه الفايجنج في جبال يوسان كلها بدات تظهر قدامي زي خيوط منوره وممتده في كل حته. وبعد ما جبت كل حاجه بدقه اكتشفت ان مكان المقبر اللي اختاروه ده اي كلام، مكان عادي جدا وما يجيش حاجه جنب الاماكن الاسطوريه اللي في الجبل. وانا عارف ان مقبره العيله ديت هي اللي بتحدد مستقبل الاجيال اللي جايه، يعني الموضوع ما فيهوش هزار وما ينفعش يعدي بالسهله. كشرت شويه وبصيت لشينج وانجينج وسالتها مين اللي اختار المكان ده. ردت عليه بمنتهى الصراحه وقالت له عيله دونج هم اللي ساعدوا في الترتيبات، وجابوا خبير فينج شوي اسمه هاوسين هو اللي اختار المكان. وسالتني وهي مستغربه يا فندم هو في مشكله في المكان؟ هاوسين عيني برقت بضوء بارده، ما كنتش متوقع ان البطل بتاعنا يلحق يعمل علاقات مع عيله تشين بالسرعه ديت علشان يثبت رجليه في عيله جونج تشينج. هاوسين استخدم كل طاقته وهو بيختار المكان ده، لكن لحسن حظه من وجهه نظري انا فهمه للفاي شينج لسه ضعيف ومبتدئ قوي، فقلت بكل هدوء المكان ده عادي وصرف فلوس كتيره عليه كالرمي في الارض، المفروض اللي ما عندوش علم كفايه ما يتكلمش ويضل لنزع. بلغ المستر تشين انه واثق في الشخص الغلط وان الافضل له يبعد عن هاوسين ده خالص في المستقبل، وقولي للكل يوقفوا الشغل على طول، انا محتاج وقت علشان اختار مكان احسن بكتير. وما تقلقيش الجنازه مش هتتاخر. ومن خلال عيني لمحت مكان معين في اعماق جبل يوسان نوره خفيف جدا، طاقه غامقه كانت متجمعه هناك وبدات تاخد شكل كيلين صغيره اي مخلوق اسطوري. بمجموعه تعديلات بسيطه المكان ده ممكن يتحول لتشكيل فايشينج اسطوريا يقدر يجمع الطاقه من كل شبر في الارض. شين وانج وقفت مكانها مصدومه ومبلمه وهي بصاليه، هي كانت فاكره ان الشاب اللي قدامها ده طول عمره فاشل ومستهتر. هل كان بيذاكر فايشينج في السر طول الوقت ده؟ بقالها 5 سنين شغاله مع عيله تشينج، ومن اول يوم شافتني فيها ما كانتش بتشوف غير تشانج بويتشين الاصلي وهو بيضيع يومه في السهر واللعب بره. كانت دايما بتبص لي بنظره قليله وبتحتقر تصرفاتي، بس دلوقتي استوعبت ان حكمها كان سطحي جدا. من ساعه ما اتغيرت فجاه من يومين كل حاجه فيا بقت مختلفه، بدل ما كنت شاب فاشل وبتاع نسوان بقيت ابان زي واحد كان مخبي ذكائه وقدراته عن الكل ومستني اللحظه المناسبه. شين وانجو ما سالتش اسئله تانية ولا حتى اعترضت على قراري بتغيير مكان الدفن، دي شؤون خاصه بعيله تشينج، وحتى لو قررت ادفن الماستر تشونج في اي حته تانية
تانية هي كمديرة للبيت مش من حقها انها تتدخل. مشيت لحد المكان اللي طاقة الكيم متجمعة فيها وامرت الكل يهدوا اي عوائق في السكة، وطلبت من شينا تتصل بصاحب الارض وتشتريها على طول. وبعد ما كل حاجة جهزت بدأت بنفسي اعدل في تشكيل الفين شونج، وفي اقل من نص يوم بدأت احس بالطاقة وهي بتتجمع في دمي وبتقوى مع كل ثانية. وفي الوقت ده اهل اليو او كانوا خلاص فقدوا اعصابهم خالصة، بقالهم كذا ليلة مش عارفين يناموا. الناس اللي عليهم ديون عرفوا اماكنهم اللي مستخبيين فيها وبقى يهربوا من فندق لفندق زي المطاردين. الام حست انها كبرت 10 سنين في كام يوم بس. كل ما تفكر ان هم خسروا دعم مجموعة تشانجيوا وان مفيش حد بيساندهم دلوقتي، وتفتكر الديون اللي بالمليارات اللي هتهد العيلة كلها فوق دماغهم، كانت بتموت من الرعب. الاب ما كانش قادر يقعد على بعضه، كان حاسس ان في مسامير بتشكشكه من كل جسمه. الهدوء اللي كان عندهم في الاول اتبخر وحل مكانه رعب مالوش اخره. دلوقتي بس فهموا ان قطع العلاقة مع تشانجيوا كارثة مستحيل عيلتهم تعيش بيها. السنين اللي فاتت كانوا بيستغلوا نفوسهم علشان يعملوا عقود مضروبة ويخالفوا الاتفاقيات وينبهوا في خير الشركة، ولو كل ده اتفتح واتحقق فيها هيقضوا بقية عمرهم ورا القضبان. ما كانوش يتخيلوا ابدا انها تكون بالقسوة ديت ووصل الامور للنقطة ديت. الام ما قدرتش تستحمل اكتر وطلبت له يو وهي بتغلي. اول ما السكة اتفتحت انفجرت فيها. يلي ما عندكش دم لسه ما رجعتيش البيت، بيتنا بيتهدى. لو بوتشان ما دورش عليكي انت ليه ما رحتلوش؟ ايه مش قادرة تدوسي على كرامتك؟ والمفروض انا وابوكي اللي ندوس بالجزمة على كرامتنا؟ ماشي، حتى انت كمان بقيتي عاوزة تشيلينا. وقفلت السكة في وشها. الام كانت عليها هتطلع نار وهي بتبص للتليفون اللي اتقفل. ومع زيادة الاخبار ان عيلة لو خلاص ما بقتش ليهم ظهر، كل اللي كان ليهم بيزنس معاهم هربوا، والاعداء استغلوا الفرصة وخطفوا زباينهم ومشاريعهم. الديانين كانوا قلبين جونج تشون كلها حتة حتة بيدوروا عليهم، بقوا مطاردين اكتر من المجرمين الهاربين. وبعد ما خلصت كل ترتيبات جنازة ابويا وصلت اخيرا لمقر رئيسة مجموعة تشانجيوا، واول حاجة عملتها اصدرت امر لكل المديرين التنفيذيين والمدير الكبير يحضروا اجتماع طارئ على طول. كانت القاعة مليانة والكل واقف على شعره. الكل كان عارف ان رئيس مجلس ادارة جديدة يعني تغييرات جذرية وممكن حد يطرد. اخر واحد دخل كان هو زوا المساهم الثاني في الشركة، راجل بكرش في منتصف العمر، مكانته في الملكية بتيجي بعد على طول. زمان كان هو وابويا بيبنوا الشركة دي مع بعض طوبة طوبة، يعني بالاقدمية المفروض اقول له يا عم هو، بس انا عارف الحقيقة في الاول كان بيشتغل بجدة، بس لما الشركة كبرت وبقت هي الكل في الكل الطمع عمى، بقى يستغل سلطته علشان يسرق فلوس الشركة ويحطها في جيبه في السر. هو زوا قعد بكل برود وغمض عينه وقال يا بويتشين اللمة والوش ده كله مش محتاجين يعني كل الهيصة ديت. بصت له بصة واحدة من غير ما رد، ولما الكل كمل وقفت وقلت بما ان الكل هنا هبدأ اعلن عن قرارات مجموعة تشانجيو الجديدة بصفة رئيس مجلس الإدارة. ومن غير اي سلام ولا مقدمات دخلت في الموضوع على طول. القرار الاول تشين لون من قسم اللوجستان هتبقى الرئيس التنفيذي الجديدة، كايا من اللوجستان هيبقى المدير العام لقسم المشاريع، سوليو من قسم التسويق هتبقى المدير العام للشؤون المالية. كلماتي نزلت زي الرعد في القاعة وهزت الدور الأخير كله. أكتر من 20 مدير نطوا من أماكنهم من كتر الحماس والصدمة. كل واحد من اللي رقتهم دولت كانوا موظفين قدامه مخلصين لأبويا لسنين طويلة، ناس كان ليهم ولاء أعمى، ولولاهم في الشركة دي ما كنتش وصلت للي أنا فيها. بس بعد ما أبويا تعب كلهم اتركنوا على الرفاه واتنقلوا لوظائف تافهة في اللوجستان علشان يبقوا مجرد تخيلات مآتة. ودلوقتي ملامحهم كلهم كانت بتقول إن هم مش مصدقين نفسهم من الفرحة، وكلهم في صوت واحد قالوا لي شكرا يا فندم، شكرا يا رئيس مجلس الإدارة، يا عيني على الموظفين القدامى. الدموع كانت مالية عينيهم. واحد فيهم قال بصوت كله وفاء انا هدي الشركة ديت كل اللي املكه، انا ياما استنيت اليوم ده بقالي سنين وسنين. انا بصيت لهم بكل هدوء وهزيت راسي كأني بطمنهم وقلت لهم لو سمحتم اتفضلوا استريحوا اقعدوا. وبعدها كملت بلهجة خلت القاعة كلها تتكركب. دلوقتي جه الدور على قرار الشركة التانية. في اللحظة دي القاعة بقت زي المشرحة، سكوت رهيب مفيش حد بيتنفسه. بدأت ترمي القنابل. سود كونجا الرئيس التنفيذي السابق مطرود من اللحظة ديت وساب استغلال نفوذ واختلاس اصول وممتلكات الشركة. ومش بس كده، لا ده انا كملت وقلت مجموعة تشينجيو هتاخد ضده كل الاجراءات القانونية وهتحبسه. ودخلت على اللي بعده، تشين يونج مدير إدارة المشاريع السابقة، ده بقى كان شغال مع الرئيس التنفيذي في سرقة معلومات الشركة السرية علشان يحقق مكاسب لنفسه. هو كمان مطرود وهيتحول للمحكمة. وبدأت الاسماء تتكرر واحد ورا الثانية. اعلنت اسماء اكتر من 20 مسؤول كبار
في مناصب حساسة في الشركة كلها. كل واحد فيهم كان له علاقة كبيرة بعائلة ليو. الناس دي دخلت الشركة عن طريق ثقة العمياء، قعدوا في مناصب مريحة وبدأوا يسرقوا في شركات وخيرات البلد. عائلة لو دي حرفيا نشفت ريق الشركة ومصت دمها السنين اللي فاتت ديت كلها. أول ما الأسامي بدأت تتندى الناس دي وشها جاب ألوانه كأنهم وقعوا من فوق جبل قمته عالي جدا، عينهم زغللت والدنيا اسودت في وشهم. لكن أنا في قمة ثباتي الانفعالي وكملت كلامي، وأي موظف تاني هيثبت إنه ساعد الناس ديت أو ليه صلة بيهم هيتحقق معاه وهيطرد من الشركة هو كمان. هنا بس سود كونج اللي هو أصلا يقرب لليو ما قدرش يسكت، وقف وهو شيط من الغضب وقال لي يا سيادة رئيس مجلس الإدارة أنا مش هقبل بالكلام ده، أنت بتتهمني بالفساد بناء على إيه؟ ده كلام في الهواء. وراح مزعق اسحب الاتهامات ديت على طول إلا هرفع عليك قضية تشهير. ومدير إدارة المشاريع السابقة هو كمان بدأ يهرتل ويزعق أيوة صح، احنا اشتغلنا وتعبنا في الشركة دي لحد ما طلع عنا، حتى لو ما خدناش حقنا فاحنا بذلنا مجهود جبارة. انت لسه جاي رئيس مجلس إدارة جديدة وعاوز تلبسنا تهمة اضطراد بالشركة؟ فين العدل في كل ده؟ عشرات الأشخاص قاموا من على كراسيهم وبدأوا بقى يحتجوا ويزعقوا، كانوا فاكرين ان جرايمهم مستخبية كويسة ومستحيل حد يكشفها، فكانوا بيتحدوني بكل عين قوية. انا بقى قدام الهيصة والزيط ده كله بكل رزانة حطيت رجل على رجل وشاورت الواحد يولع لي سجارة. اخدت نفس طويل وقلت ما تقلقوش، الأدلة اللي بتسألوا عليها جاية في الطريق حالنا، مفيش داعي للاستعجال، استمتعوا بالوقت القليل اللي فاضل لكم وانتوا واقفين هنا قدامي وبتردوا عليا. انا كنت قاصد اجمع الكل هنا في وقت واحد علشان الاجتماع ده ما كانش مجرد طرد شوية فاسدين وخلاص، لا انا كنت ناوي انظف مجموعة الشونجيو علشان ابني امبراطورية اعظم مش بس في جانج تشينج، لا ده اهتم بالصين كلها وللعالم كله كمان. وفي اللحظة دي الباب اتفتح ودخلت شينج وانجينج ومعاها طقم مساعدين شايلين اكوام من الملفات والورقة. الملفات دي كان فيها كل تفصيلة وكل جريمة عملها الناس اللي كنت منادي اساميهم من شوية. كنت مكلف شين وانجو بمهمة سرية جوه الفيلا، وكانت المهمة هي التحقيق في كل موظف فاسد جوه الشركة، والبنت دي عملت شغل ملوش حل. في ايام قليلة كانت فكت كل الشفرات وجمعت ادلة قوية جدا. شي وانج كانت داخلة بوشها الخشبي المعتادة باردة زي جبل التلج اللي مش بتضحك، بس من جواها كانت مبهورة، حاسة ان فيها هبة دلوقتي ما كانتش موجودة. كان في حضوري قوة مرعبة خلتها تتصدم، مش لدرجة الحب بس فعلا كانت مذهولة. كنت عارف كل سر جوه الشركة ديت وكأني كنت حاضر معاهم وهم بيسرقوا. بدأت شين وانجا توزع الملفات على الترابيزة بكل صرامة وبدأت تقرأ الجرايم بصوت عالي وتلقى. مع كل تهمة بتتقال كان في مسؤول وشه بيصفر ويهبط لدرجة ان في ناس ما قدرتش تقف على رجليها وقعت على الارض من كتر الصدمة. واحد فيهم بدأ يترجى ويقول كفاية كده بلاش تكملي قراية انا همشي. يا سيد تشونج ابوس ايدك علشان خاطر العشرة اللي بينا بلاش ترفع علينا قضية. واحد تاني قعد يعيط زي العيال انتوا عرفتوا كل ده ازاي؟ انا اعترفت بالهزيمة ارحمنا انا هتغير اديني فرصة تانية. صوت شينج وانجينج البارد كان بيرن في القاعة وكل الحصون النفسية اللي كانوا بيبالوها من شوية كل اسرارهم اللي دفنوها بقالهم سنين بقت دلوقتي مفروشة على الترابيزة. لو مشيت في الاجراءات القانونية اقل واحد فيهم هياخد له 10 سنين سجن. الرعب كان بياكلهم وكانوا بيبصوا لي وهم هيموتوا من الخوف. طول الوقت ده انا كنت قاعد ومغمض عيني بكل هدوء وده خلى الضغط العصبي عليهم يزيد اضعاف. سود دونجا افتكر اول مرة قابلنا فيها، وقتها كنت بحاول ارضيه بكل الطرق علشان بس اسيب انطباع كويس عند اليو. كنت بنحني قدامه وانافق فيه في كل فرصة، كنت خايف ازعله فاليو تزعل مني، لكن الشخص اللي قاعد قدامهم دلوقتي ده حد تاني خالص، وحش كاسر ملوش علاقة بالنسخة الضعيفة بتاعت زمان. حتى هو تاني اكبر مساهم في الشركة كان مذهول من طريقتي وما قدرش ينطق بكلمة. كان ناوي يحمي الناس ديت بس قدام جبل الادلة دي كل ثقته ضاعت. بص للناس اللي بتتراش ديت باحتقار وقال بصوت واطي خلاص الناس ديت انتهت. وبعدها خرجوا من القاعة وهم شايلين الخزي والعار. قرايب عيلة ليو اللي كانوا مزروعين في الشركة كانوا خلاص هينهاروا، اصلا هم ناس ما عندهمش شخصية ولا موهبة، كل اعتمادهم كان على السلطة والسرقة، فطبيعي ما يسدوش قدام ضغط زي ده. واحد ورا التاني استسلموا وكل تفكيرهم كان ازاي يهربوا من الورطة ديت بأي طريقة. وبعد ما تشوشروا مع بعض وصلوا القرار واحد، مفيش حد يقدر ينقذنا من المصيبة دي غير يو. كلهم عارفين ان انا كنت مهووس بيها ازاي زمانه وفاكرين انها لسه هي الجوكر اللي هيقدروا يضغطوا عليا بيها. انا قمت وقفت بكل هدوء، عدلت قميص الابيض وقلت لهم بصوت قاطع كل المستندات دي هتتسلم لمكتب الامن العام النهارده بعد الظهر، جهزوا نفسكم بقى للي جايه. اول ما سمعوا كده قرايب عيلة ليو مجريوشه، دول طاروا من القاعه وهم مرعوبين. ولما القاعه فضيت بصيت للمسؤولين اللي فاضلين وابتسمت لهم ابتسامه دافيه وقلت من النهارده الانسه شينج وانج هتبقى السكرتيره التنفيذيه لرئيس مجلس الاداره رسميا. لفت وشي ليها وقلت لها
تقدير تعبت معايا. شين وانجو ما قدرتش تخبي فرحتها وردت بكل احترام ده واجبي يا سيدي. وبعدين بصت لي باعجاب حقيقي وقالت انت فعلا فتحت عيني على حاجات ما كنتش شايفاها، انا ما كنتش اتخيل انك تتغير للدرجه دي. ضحكت ضحكه خفيفه وقلت لها دي لسه البدايه، في مفاجآت تانية كتيره جايه في الطريق لازم تتعودي على كده. وهزت راسها وقالت بكل ثقه انا مؤمنه بيك يا سيدي. وبعدين كملت انا خلصت المهمه التانية اللي طلبتها مني. ليويو وهايتون فعلا كانوا مع بعض اليومين اللي فاتوا، بس الرجاله بتوعنا اكدوا ان ما حصلش بينهم حاجه تتجاوز الحدود. الاتنين كانوا حذرين جدا ومحدش فيهم رضى يكسر الخط الاحمر اللي بينهم. هل الصور ديت كفايه؟ هزت كتافي بلا مبالاه وقلت لها كفايه جدا وزياده. في يوم جنازه ابويا خطيبتي بتختار انها تروح تقضي وقت مع راجل تاني بدل ما تحضر الجنازه، ده لوحده ساب يخليني انهي الخطوبه المهزله ديت على طول. وسبت القاعه ومشيت. في الوقت ده سو كونج والباقيين اول ما خرجوا اتجمعوا وبداوا يتناقشوا بهستيريا، وبعد شد وجذب اتفقوا ان اللي عقد العقده ديت هو اللي يفكها. ليويو هي الوحيده اللي تقدر تنقذهم. التليفونات بدات تنهار على ليويو زي المطر، وهي في اللحظه دي كانت قاعده مع هو تسون بيخططوا لمشاريع واستثمار ومزاجهم في العاليه. بس اول ما بدات ترد على المكالمات وشها بدا يقلب ويبقى اوحش واوحش لدرجه انها ما بقتش مستحمله وراحت قفلت الموبايل خالص. بس مفيش مفر من الحقيقه. بصت لهاي سونج باسف وقالت له بصوت رقيق انا اسفه لازم امشي دلوقتي علشان ورايا موضوع مهم، ممكن ناجل كلامنا في الاستثمار لبكره. هاي سين ابتسم بكل تفهم وقال لها ولا يهمك مفيش استعجال، عرضي لسه موجوده، تعالي اوصلك. صوته خلى مودها يتحسن شويه وابتسمت وقالت له تعبتك معايا. وبعد شويه وصلوا للفندق اللي كانت عيله ليو مستخبيه فيه مؤقتا. اول ما ليو شافت هاي سون وشها قلب خشب وقالت له بحده يا جدع انت انا ما يهمنيش انت مين، ابعد عن بنتي من هنا ورايح. دي هتبقى سيده مجموعه تشونج يو المستقبليه وخطيبه السيد تشونج، واحد زيك مالوش مقام انه يقرب منها، لو انت ذكي ابعد بكرامتك. هاي سون بقى سند على باب عربيته وضحك ضحكه استهزائيه وقال لها يمكن ما سمعتش عني قبل كده بس قريب قوي اسمها هيرين في كل الوسائط السياسيه والتجاريه في جانج تشينج. عيله تشونج دي اصلا ما تجيش حاجه في عينيا. ليو ضحكت بسخريه، حته عيل صغير فاكر انه يقدر يتحدى عيله تشونج، بطل كلام فارغ وغور من هنا انت بتعطلنا وخلاص. هاي سون رسم ابتسامه ثقه على وشه ومسك باب العربيه وقال لها بقوه الست اللي عيني تقع عليها بتبقى ملكيه، مفيش حد يقدر ياخد ليو مني. قولي عليا مغرور زي ما انت عاوزه بس قريب هتعرفي يعني ايه نجم صاعد بجد ويعني ايه تنين مفترس بيعبر النهر. ركب عربيته ودور الموتور وفجاه تليفونه رن. اهلا يا سيد تشينا. سمع شويه وملامح وشه اسودت. في حد بيقول ان تشكيله الفونج شوي اللي عملتها لعيلتك اي كلام، ما تسمعش الهري ده، التشكيل اللي انا صممته هو احسن حاجه ممكن تتعمل. تمام حاضر هجيلك اكيد. قفل السكه وظهرت على وشه ابتسامه شريره وقال لنفسه ماشي يا تشونج بانو الحساب بيجمعنا احنا الاثنين. وفي الفندق كان والد ليو واقف وعينيه بتطلع شراره بيبص لليو بنظره كلها برود وغضب. الغضب جاب اخره معاه لدرجه انه صرخ فيها وقال لها هتروحي يعني هتروحي برضاكي او غصب عنك، انت بجد مستنيه لما انا وامك نموت علشان تحس بينا وتتحركي ويهتم ليكي امرنا؟ وفي اللحظه دي صوته كان بيزلزل المكان من الغضب وجنبه كانت ليو منهاره خالصه، الدموع مغرقه وشها وبتعيط بحرقه ومش قادره تمسك نفسها. اما ليو فكانت واقفه مكانها كانها صاعقه نزلت عليها مذهوله ومصدومه، عمرها ما تخيلت ان عيله ليو ممكن تقع في ورطه سودا ويأس بالشكل ده. كل اللي فات ده مجرد ايام قليله من ساعه ما بدات اغضب، ومع ذلك كل حاجه انهارت بسرعه البرق. ازاي كل ده حصل ووصلنا ليا؟ ده اللي كانت ليو بتتمتم بيها وهي مشدوده ومش مستوعبه اللي بيحصل. ابوها رد عليه وهو بيجز على اسنانه بمنتهى الغله علشان انت فضلت ترفضي تتجوزي بايانا، لو كنت وافقت من الاول ما كانش ولا حاجه من المصيبه دي حصلت ابدا، دلوقتي كان زمانك بتبقى امراته، لا وكمان رئيسه مجلس اداره الشركه، حتى العقد اللي في رقبتك ده اللي ثمنه ملايين ده كان هديه منه، ليه ترفضي الراجل بالجمال والقوه ديت؟ حست ان رجليها مش شايلها وقعت على الكنبه زي اللي روحها بتتسحب منها، كانت بتتكلم بنفس وهي مش مصدقه وبتقول له مستحيله، ده كان مجرد عبيط، ازاي فجاه بقى ذكي وشاطر كده؟ ده كمان يعرف ازاي يرد القلم قلمين ويحاربنا. وبعد لحظات طويله من السكوت القاتله الحقد والكره ملى عينيها وصرخت فجاه تمام انا هتجوزه بس والله ما هنيه يوم في حياته، هخليه يعيش في عذاب وجحيم طول عمره. وبعد ما قالت جملتها دي هجمت على اوضتها ورزعت الباب وراها بكل قوه. اهلها لما شافوها بالمنظر ده اتنفسوا الصعداء وطلعوا تنهيده ارتياح كانها كانت محبوسه في صدرهم من زمان. طول ما بنتهم وافقت تتجوزني يبقى كل حاجه هترجع لمجراها، ومش هياخد الوضع وقت طويل جدا قبل ما عائله ليو ترجع لايام العز ومجدهم القديمه. وعلى طول طلعوا موبايل جديد خالص وحاولوا يتصلوا بيا من تانية، لكن الغريب في الموضوع ان نبره صوتهم رجعت تاني لنفس التكبر والغرور اللي كانوا دايما بيكلموني بيها. وبعد شويه جالهم خبر جديد، فجروا بسرعه وخبطوا على باب اوضه ليو. يا ليو عامل حفله كبيره وبوفيه مفتوح بكره بالليل،
كلها. والمفاجأة ان كل الشخصيات المهمة في جانج تشانج معزومين، بس احنا لسه ما جالناش دعوة. كلميه واسأليه ايه اللي بيحصل. ليو صرخت فيهم من جوه الأوضة وهي بتغلي. ابن الكلب ده تشونج بايان عمل رقم بلوك وقفل السكة في وشها. وفي الوقت ده بره منطقة لامفيلا العربيات الفاهرة كانت مرصوصة ورا بعضها قدام القصر، وفي نص الزحمة دي كان واقف هوزويا والناس محوطاه زي ما النجوم بتحوط القمر بكرشه الكبير اللي كان مخليه ملحوظ ده جدا في وسط الكل. واحد من المساهمين كشر وقال له ايه اللي بيحصل يا حاج هو، واللي جمعتنا كلنا هنا بدري كده. باقي المساهمين كانوا قلقانين برضه لانهم سمعوا عن اللي حصل الايام اللي فاتت. السيد الشاب اللي الكل كان بيعتبره مجرد صيع وفاشل وبتاع نسوان فجأة اتحول لقائد جبار وقراراته زي السيفة. ضحك ضحكة باردة وقال لهم بكل ثقة ما تقلقوش يا جماعة، الواد ده انا اللي مربيه على ايدي وعارف من وهو صغير وعارف تمامه ايه. انا ببحث في كل اللي عمله في مجموعة تشونج امبارح، وفي الحقيقة كل ده كان مجرد حركة خبيثة علشان يضغط على ليوي ويخليها توافق تتجوزه. وبعد شوية الخدم بيدخلوا المساهمين لقاعة الاستقبال الواسعة وكل واحد قاعد في مكانه. قعدوا يستنوا كتير بس انا ما ظهرتش. هو زوي بدأ يفقد اعصابه، ضرب بايده على الترابيزة وصرخ. الشباب اليومين دولت ما عندهمش ريحة الذوق، ازاي ده صاحب البيت وما يعرفش حتى يستقبل ضيوفه. وبعد كام لحظة دخلت شين وانجو القاعة وهي شايلة رزم من الملفات والورق، وبكل هدوء وزعت ملفات على كل مساهمين موجودة وقالت لهم السيد الشاب كان تعبان جدا امبارح، لو عندكم اي اسئلة ممكن تسألوها لما يصحى من النوم.